بالقانون، يعني باقي معلقة وياهم واخذ حقي بالقانون. انت اسأت بحقي، انا هم اخذ حقي منك بالقانون. انا ما دا اساومك، بس هاي عدالة. راح تقول لي شو عليك بالآن؟ انا بسببهم 5 سنين انا متأذية. هل يقبلون العراقيين اني اخذ فلوس وارضي نفسي واعوف هاي العالم مظلومة؟ هاي العالم قاعدة خارج العراق متأذية. المشكلة انه اني خبرني شيخ الشيعة يابا اهلا وسهلا واوكي شيخنا، قال احنا مستعدين ننطيك هذني الفلوس كاملة مو بالقسط مثل ما هو يريد يعطيني بالتنفيذ. قلت له تمام. وبعدين قالوا تتنازلين عن كل القضايا. قلت له هاي كتبنا مضبطة. شو تقول المضبطة؟ تقول تم الاتفاق بين المدعو عبد الحسين واني حول مسألة الصلح، وكان في مضيف الشيخ الشياع البهادلي. هو هاي مضبطة كاملة، شوفوها وصوروها، خاف اني دا اكذب. زين. انه تمنع اقامة الدعاوي بين الطرفين، وتعتبر هذه الوثيقة وثيقة صلح بين الطرفين، واي شخص يعتدي على الطرف الاخر اوكي يدفع مبلغ 25 مليون من قبل الطرف المعتدي. منو وقع؟ وقعوا منهم 2 شهود من عنده، ووقع زوجي ووقع ابو جعفر وانا وقعت والمدام حسين وقع وخلصنا. تركت اني قضية الدليل وعين تبكي وعين تضحك. قلت خلص الله من فوق هو اللي يخلصهم. بعد ما رحت اني قدمت بعد شهر، هاي كملنا خلصنا بعد شهر مو طولة هواي، ورا الاتفاق ورا شهر اتفاجأت بيجات وهمية اشتغلت علي شغل مو طبيعي. هسه شنو منو ما ادري، وصدق ما ادري، انا ما كنت اعرف منو. يقولوا لي عوفيهم، تعوفين القضية؟ لو احنا ترى نأذيك. ليش؟ حياتي مهددة بالخطر، تدرون لو ما تدرون. على غفلة اني انضرب طلقة، على غفلة اني يصير بي شيء بسبب الفريج. حار السوى. شيخ الشياع البهادلي يهددني بالقتل امام مكتب شؤون العشائر، امام مرسوم جمهوري، وما حد حرك ساكن. اليوم قرر علي الباشا يهدي حبيبة عمره تاهو 2020 يابا، والمفاجأة ما توقعت انه السيارة ما تصير تطلع بهالشكل. من قواد؟ اني انت شنو؟ قوادي من قواد. ليش؟ هوايتي القواده.